فينك يا كابتشينو وفينها ايام فمك، وقفص منجع ويسيب يبقى في هدومك. فول قدرة وقهية بتنجان مع حبة توم ويا ليمون، كانيلوني وبروكلي وشوفان، سوشي وساشيمي وسيمون، مش وقراصية ويميش، خروب يرويك لما تعوز، وكوارع مع فتة وعيش، والفخدة الضاني مع اللوز. يا سلام على طاجن بامية وعليه حتة موزة، صينية بقلاوة ونبلع بكازوزة. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معاكم هعمل البانيه اللي هو بتاع بره، اللي احنا اللي بتاع الشركات اللي احنا بنشتريه من بره بالاكياس الغاليه. دلوقتي انا معايا نص كيلو بانيه، انا مقطعه، انا غسلاه ومقطعاه ومحضره لكم اهو عشان ما اطولش عليكم الفيديو. وده كوبايه فيجيتار، بس لسه هحط نص تاني. ده كيس لبن عشان الطعم يبقى حلو. ودي بيضايه، ودي 2 ماجي، شويه فلفل اسمر، شويه ملح، ده بودره توم وبودره بصل. ماشي، معلش عشان العيال كانوا بيكلموني فانا بقول لهم اسكتوا. ماشي، فكده انا هذا كل حاجه كده اهو. هجيب معايا الكبه، انا غاسله ده ومحضره لكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو. النهارده هنعمل البانيه بتاع الشركات يا بنات، وبيرمي معانا كتير عشان جايه المدارس طبعا. احنا هنضرب كل ده الاول. انا هرجع ده كله ورا كده دلوقتي واضرب المكونات كلها اهي. انا هضرب الاول معاكم الفراخ. لازم تنعمل الفراخ جامد. طب اروح اضرب الفراخ وارجع لكم لما احط المكونات. بصوا انا كده ضربت الفراخ، بصوا عامله ازاي. حبيت ان انا اوريها لكم. بصوا اهي كده هي اتفرمت. دلوقتي انا هحط معاكم المكونات كلها. هنحط معاكم بيضايه. احنا دي في بتوع الشركات ما بيحطوش البيض، ماشي، احنا عشان عيالنا بتاكلها فلازم نحط لهم ايه احسن حاجه. احط بيضايه. احط معاكم التوابل كلها اهي. بصوا حبايبي، حطيت التوابل، حطيت كيس لبن ميدو، كيس لبن بودره اهو. احنا بنحط لبن ليه؟ عشان دي ايه تطعمه وتديله ايه ريحه جميله وهو عشان ده احنا ما بنتبلهوش. ماشي كده حطيت معاكم بقيه المكونات اهي. ماشي، هقدر احط معاكم البقسماط، كوبايه بقسماط، وهجيب النص التاني اللي انا قلت لكم عليه. انا جايباه الصراحه من عند العطار. ممكن نحط الكوبايه، يعني هو كده نحط ممكن كوبايه، يعني انت لو عاوزه تكتريه شويه عشان يكفي. انا حطيت بصراحه كوبايه تاني، ماشي، عشان يكفي معانا. انا بعمل لكم كل حاجه بسيطه اهو يا بنات. ما تنسونيش اللايك والاشتراك مع اكلات الست نجوى عشان يعملوا لكم احسن الاكلات. بصوا حبايبي كده اهو. انا كده مشيت معاكم خطوه خطوه كده. احنا لو حابين بصوا هنحط اللبن عشان تمشي معانا في الكبه، عشان تمشي معانا في الكبه كده. هحط لها ايه شويه ميه صغيرين. ننزل كده. بصوا الخليط عامل ازاي. دلوقتي انا هجيب شويه ميه معاكم. بصوا حبايبي اهي، نص كوبايه ميه هحطها عشان ايه الخليط بتاعنا ايه يشتغل في الكبه.
عارفه كده هيرمي معاكي كتير قوي الطريقه دي، اسمعوا مني. يعني بدل ما احنا بنجيبه وبنتبله كده وكده هيخلص معانا اكتر. كده هقلب معاكم الخليط. بصوا جوه الكبه برضه هيبقى سنه ميه تاني صغيره. ده هوريكم بقى بنص كيلو بانيه عمل معايا قد ايه. ما تنسونيش يا بنات في اللايك والاشتراك عشان انا بيكم هكبر يا حبايبي. عايزه 150,000 لايك وعاوزه اشتراكات عشان كل الناس تشوفني حبايبي عشان اقدر بيكم. كده دور الكبه خلص. بصوا يا بنات ده الفيجيتار انا جايباه من عند العطار اهو، بس هو خشن، بس انا لو عملته وهو خشن كده هيتحرق مني، فانا حبيت ان انا اضربه نص ضربه في الكبه. بص انا حطيت حبه، بس انا حبيت ان انا قلت بدل ما اضربه من الغسل لا اوريهولكم. بصوا يا حبايبي اهو خدت حبه اهو ضربته لكم. كده انا هشغل معاكم الكبه تاني وهضربه معاكم عشان ما يبقاش خشن. هي الشركات بتعمل كده خلي بالك، وجايه المدارس احنا عاوزين نعمل حاجات لعيالنا في البيت. اهو ضربته معاكم نص ضربه اهو، هوريهولكم وهو في البيت. بصوا يا بنات انا نسيت البيكنج باودر، معلش هحط لها معلقه بيكنج باودر. بصوا اهي عشان البيكنج باودر يخليها تنفش معانا. هقلبها معاكم واقطعها مع بعض ماشي. شايفين عجينتها جميله ازاي؟ الشركات بتعمل كده يا بنات، اللي احنا بنجيبه بقى ب80 وب90 في الاكياس ده، وعيالنا واولادنا بتحبه، لا احنا نعملهم في البيت ويبقى احنا عارفين ايه احنا عاملين حاجه ازاي في بيتنا ماشي. كده انا هقطع معاكم، بس ايه اروح اغسل ايدي وارجع لكم. بصوا يا حبايبي انا مش بقول لكم اغسل ايدي ان انا اغسل ايدي وسخه، لا انا اغسل ايدي عشان ان هي ايه كانت وانا بقلبها اتعصت بس من ايه من الخلطه بتاعتنا. دلوقتي هركن دوت وهوريكم الفيجيتار اللي انا ضربته اهو. بصوا ولا هو ناعم ولا هو خشن، بدل ما هو خشن قوي بصوا اهو. هنحط عليه شويه فيجيتار صغيرين اللي هو الفيجيتار البارد، انت عاوزه حامي حطي، بارد براحتك، يعني دي حاجه انت شوفي اولادك بيحبوا ايه واعمليه. شايفين كده حبايبي عمل ازاي اهو معانا اهو. دلوقتي انا هعمل معاكم هرجع حاجه كده اهي. بصوا هنعملها زي بتاعت الشركات بالظبط. نحط ايدينا في شويه ميه صغيره كده عشان تمشي معانا. انت بقى عايزه تعمليها كبيره اعمليها، عايزه تعمليها صغيره اعمليها، ده على حسب ايه رغبتك انت. شايفين بصوا حبايبي اهو، دي زي ما انت عاوزه بطاطيها حلو كده عشان تستوي معاكي ماشي. هرجع احطها في الميه كده وارجع احطها في البقسماط.
لازم يا بنات تتبلوها حلو. بصوا عامله ازاي معانا، زي بتاعت بره ولا لا؟ بصوا يا بنات انا عملتها اهي، وارجع اعملها تاني كده، وارجع احطها في الميه. بس الايد اللي بتتحط في الميه مش هتتحط تاني في ايه، بصوا سقطوها في الميه تاني كده، وتقوموا حاطينها في ايه، في البتاع بسرعه اهو. انتوا هتقولوا رايكم في اكلات الست نجوى. بصوا يا حبايبي عامله ازاي. اعمل لكم واحده تاني قدامكم برضو، وايه والباقي هعمله ايه، اقفل معاكم واعمله بقى وريهولكم بعد ما يتعمل. شايفين يا حبايبي، انتوا هتجيبوا اهو زي ما انا وريتكم الطريقه اهي، هتطبطبيها كده. احنا مش مهم اننا ايه نعملها سمبوكسه والكلام زي ما الناس ما بتقول لا نعملها سمبوكسه وشكل، لا انا كده كده عيالنا اللي هتاكله، هو احنا مش هنبيعه. بصوا يا حبايبي اهو كده، انا هحطها في كفر كده تاني اهو، وارجع سقطها في الميه كده. بصوا الايد اللي بتتحط فيها في الميه ما بتتحطش ايه، دي بتبقى لوحدها. اعمل كده اهو بايدي التانية، يعني ايد تتحط في الميه وايد تتحط ايه في البقسماط. بصوا يا حبايبي صدقوني جميله، جربوا اكلات الست نجوى يا بنات. بصوا يا حلاوتك يا حلاوتك. دلوقتي انا هروح اعمل بقيه الكميه وارجع لكم. بصوا يا بنات انا كده بعد ما خلصت اهو، شايفين زي بتاع المحلات بالظبط ولا لا؟ بصوا اهو عمل معايا نص كيلو بالظبط، عمل معايا 16 قطعه. ال 16 قطعه دي ليها وهتكفي البيت طول النهار. خلي بالك لو عملتيها غدا وعشاء هتبقى ماشيه، وتعملي جنبيها شويه مكرونه، تعملي جنبيها اللي انت عاوزاه اعمليه جنب منها ماشي. دلوقتي انا هروح اقلي معاكم واوريهولكم. بصوا يا بنات احنا هنحط الزيت معاكم اهو هكا. ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي، ايه اكلاتك يا ست نجوى اللي انت بتعملها لنا دي. اوعوا يا بنات تنسوني في اللايك والاشتراك عشان انا بيكم هكبر. بصوا 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 الحلاوه، بصوا الحلاوه، بصوا الجمال. مش قادره اقول لكم الصراحه. هنخلي الزيت بس ولا يسخن قوي ولا يبقى بارد قوي ماشي، عشان الحاجه معانا تستوي. اول ما الزيت يتقدح شويه كده يسخن هرجع لكم تاني. بصوا كده احنا هنحط مع بعض اهو، شايفين؟ بصوا ولا هو بارد ولا هو سخن، عشان الحاجه تستوي معانا. لان لو حطيتيه والزيت بيغلي طبعا هيتحمر بسرعه ومش هيستوي معاكي، خلي بالك. بصوا يا بنات، بصوا الحته عامله ازاي. بصوا يا بنات، اوعوا يا بنات تنسوني في اللايك والاشتراك. ايه الحلاوه دي بالزمن. بصوا عملت معايا نص كيلو، عملوا معايا هعدهم لكم تاني برضه عشان انا نسيت خالص. 3 اهو، ولا احط الرابعه بس لما تسخن شويه احط الرابعه اقلبهم كده. معانا ايه كده 4 كده 5، ودي كده 5 10، ومعايا 6 هناك يبقوا 16 قطعه. 16 قطعه من نص كيلو ايه بانيه نعمله لعيالنا في المدارس. وممكن المره الجايه انا هعمله واجففه بس مش هقليه معاكم لانكم انتوا شفتوا القليه. المره الجايه انا هعمله وايه واجففه معاكم ماشي. وهعمل معاكم الكفته واعمل معاكم الهمبرجر، كل حاجه دي هتتعمل ماشي. دلوقتي انا هسيبه شويه على النار يستوي براحته وارجع لكم. بصوا يا بنات انا رجعت لكم اهو بعد ما قليته. بصوا عامل ازاي، بصوا بقى تخن ايه، وبص جماله. بصوا من جوه وناشف وجميل. بصوا بنات شايفين حلاوته. ده من نص كيلو بانيه انا عملته، عمل معايا 16 قطعه. ولسه في انا ما قليتهوش، انا قليت على قد الطلب. النهارده قدمت معاه سلطه الطحينه وقوطه مقطعه. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك مع اكلات الست نجوى. كل حاجه هتعملها لكم جميله، وهنعمل حاجات حلوه لعيالنا في المدارس ان شاء الله. هنزل لكم المره الجايه حاجات حلوه برضو عشان دخول المدارس. اوعوا يا بنات تنسوني في اللايك والاشتراك عشان انا بيكم هكبر. شكرا لكم يا حبايبي، شكرا.